السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في الشهر السادس والفيديو السادس من فيديوهاتنا. معنى الكلام ده انت اول مرة تتفرج علينا اكيد فايتك الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. اتفرج عليهم اكيد هيفيدوك جدا. ازاي عايزيني ابدا الفيديو وانتوا لسه قاعدين بتتفرجوا عليا وما جبتوش المسطره بتاعتكم؟ هاتوا المسطره بسرعه عشان تسمعوا الخبر ده. البيبي الصغنون الجميل بتاعنا بيبدا الشهر الرابع هو طوله من 29 سم لحد ما يخلص الشهر الرابع وطوله يوصل 35 سم ونص. واو. ارموا بقى المسطره وهاتوا الميزان بتاعكم. يلا نوزن البيبي اللي في اول الشهر الرابع بيبقى وزنه حوالي 500 جرام، نص كيلو، وبيخلص الشهر الرابع ووزنه بيوصل لحد كيلو الا 200 جرام، يعني 800 جرام. البيبي بتاعك بدأ يعمل لك كرش كبير، صح؟ نيجي بقى لاهم خبر في الفيديو بتاع النهارده. قبل الشهر السادس انت كنت حامل في جنين، لكن مش شرط هيكمل، مش شرط انا هبقى مطمن ان الجنين ده هيتولد ويعيش، لكن تعالى اطمنك ان من اول الشهر السادس الحمد لله الجنين وصل للعمر اللي يخليني انا اقدر اطمنك واقول لك انه لو اتولد في اللحظه دي من اول 24 اسبوع احنا ممكن بالتقنيات الحديثه في الحضانات نقدر نحافظ عليه، نقدر نعمل اللي علينا بعد اذن ربنا طبعا، ونحاول نخليه يكمل ويعيش ويبقى عندك بيبي صغير بيكبر يبقى ابن عندك او بنت. وعايز اقول لك ان الكلام ده مش بس كلام بقوله لك، انت نفسك هتحسيه، هتحس ان البيبي بتاعك هو جاهز، هو فاهمني، هو عنده عقل ومخ وبيلعب معايا. طب اديكي مثال، انت لو كلمتيه بصوت عالي شويه هو عارف يميز صوتك، هتلاقيه بيتحرك اسرع شويه، هتلاقيه بدا يديك كام بوكس حلوين. لو جبتي كشاف الموبايل بتاعك وقعدتي تحطيه على بطنك هو شايفه، هو شايف نور، هتلاقيه بدا يتفاعل معاه وممكن يديكي برده كام بوكس حلوين. طب عارفه لو عملتي سونار ثلاثي الابعاد عشان تتفرجي على البيبي بتاعك هتلاقيه بيعمل كده كده كده، مكشر، بيضحك. ايه ده؟ هو البيبي بتاعي مكشر؟ هو عارف سعر الدولار قد ايه وعارف انه هيجي في اوقات زي الزفت؟ لا، البيبي بتاعك مش عارف ان اوقات دي زي الزفت ومش عارف هو هيجي وسعر الدولار هيبقى كام ساعتها، لكن هو كل الفكره ان هو حاسس ان بقى عنده عضلات في وشه اتكونت وبقت جاهزه، عارف يحركها يمين شمال، فرحان عمال يجربها كلها. سيبيه يلعب، ايه المشكله؟ اتكلمنا عن البيبي، يلا نتكلم عنك انت شويه. اكتر شكوى بتشتكي منها دلوقتي هي الامساك، صح؟ انا حاسس بيكي، لان زي ما قلنا قبل كده في هرمون اسمه ريلاكسين بيتفرز مع الحمل. الهرمون ده بيساعد على ارتخائك انت وكل اعضائك وكل اجهزه جسمك، فبالتالي جهازك الهضمي كله مرتخي زيك، مش قادر، كسلان، يا عم اشتغل، مش قادر اشتغل. طب حرك الاكل اللي في بطنك ده، مش قادر احركه، انا تعبان، انا كسلان. فبالتالي حركه الاكل في الامعاء نفسها بقت ضعيفه جدا وبطيئه جدا، فطبيعي ان الاكل على ما يوصل اصلا ان هو يخرج هيكون عدى وقت طويل جدا، فتفتكر ان انت عندك امساك. وغير كده كمان الرحم بتاعك بقى في الشهر السادس جواه بيبي زي ما اتفقنا 800 جرام، فبالتالي كبير شويتين. الرحم بتاعك ضاغط على الحاجات اللي حواليه، ضاغط على الامعاء وضاغط على المستقيم بتاع حضرتك، وده مخلي ان الدنيا كلها بدل ما كانت كده لا بقت اضيق شويه، وده بيصعب حركه الامعاء وبيصعب حركه الاكل جواها وبيخلي عندك امساك. فارجوكي حاولي تشربي ميه كتير على قد ما تقدري. ما بحبش الميه، انا مش من محبين الميه يا اخي، انت بتجبرني ليه؟ اشربي سوائل، اي حاجه، اي عصاير، اي سوائل تخش جسمك مفيده جدا. وطبعا حاولي تكتري من الاكلات اللي فيها الياف كتيره، خيار، خس، جرجير، موز، بطاطا، افوكاتو، راسيا، برتقال، كل ده مفيد. ايه ده؟ اداه ما كلتش رز، ما كلتش رز. واخر حاجه قلتها لك في موضوع الامساك ده، والنبي عشان خاطري بلاش تحزقي، عشان ما تجيليش العياده تقولي لي دكتور انا جالي بواسير. ما انت اللي بتحزقي يا مدام، بلاش حزق. كتر الشطه تجيب بواسير، كتر الشطه تجيب بواسير، كتر الشطه تجيب بواسير. ستريتش ماركس، الحاجه اللي بتخوفكم كلكم، علامات التمدد في الجلد. احنا مش على اختلاف تماما ان حضرتك كنت موديل قبل ما تتجوزي، وكنت موديل اكتر طبعا قبل ما تحملي، وانك زعلانه ان مع الحمل بدا يظهر خطوط في بطنك مضايقاكي شبه دي بالظبط، لكن صدقيني معظمكم هتروح من عنده العلامات دي بعد الحمل، والجزء الثاني منكم اللي مش هتروح من عنده العلامات دي بعد الحمل هتفضل عنده علامات صغيره خالص، ممكن تروح لدكتور التجميل بتاعك او دكتور الجلديه بتاعك يقدر يتخلص منها بكل سهوله. فبلاش تشغلي بالك بص شكلي عامله ازاي، بص شكلي عامله ازاي، وتزعلي وتخلي نفسيتك وحشه. نفسيتك مهمه جدا في الحمل، انا بالنسبه لي يهمني جدا نفسيتك. النقطه اللي جايه معانا مهمه جدا، النقطه اللي جايه معانا تستحق ان انا اغير اسلوبي الفرفوش اللذوذ اللي بكلمكم بيه واكلمكم شويه جد. ضغطك مع الحمل من اول الشهر السادس بقى مشكله حياه او موت ليكي وللجنين بتاعك. لو ضغطك بيعلى مع الحمل ارجوكي خافي من حاجه اسمها تسمم الحمل. تسمم الحمل مرض وحش جدا، لو حصل لك حاجه زي كده مش هتبقى حابه ابدا النتائج اللي ممكن تحصل لك.
انا اسف لو كلامي خوفك، انا اسف لو كلامي حسسك ان الموضوع خطر، بس هو فعلا خطر. عشان خاطر تتفرج على الفيديو ده او ده عشان ممكن ينقذ حياتك. لكن برضو انا عارف ان معظمكم كسول جدا بالذات مع هرمونات الحمل ومش هيخش على الفيديو اللي قلت لكم عليه. عشان كده هقول لك على علامات لو حصلت لك يبقى انا بنقذ بيها حياتك، واجري بسرعه على الدكتور. لو انت ضغطك من الناس اللي بيعدي 140 وانت عارفه كده كويس، ماشي على ادويه الضغط مع الحمل، تابعي ضغطك يوميا. لو في اي وقت عدى ال 160 على 110 ارجوكي اجري على استقبال الطوارئ بسرعه، موضوع مش هزار. لو حاسه بصداع جامد جدا مش راضي يروح معاكي، اجري على الاستقبال. حاسه بالوجع هنا كده في فم المعده بتاعتك، اجري على الاستقبال. حاسه ان عينك مزغلله، انا شايفه الدنيا كلها هيزي كده وكله داخل في بعضه، اجري على الاستقبال. لو جسمك منفخ جامد قوي وعندك بروتين في البول، تابعيه باستمرار. لو عدى في اي وقت بلس 2 فيما فوق، روحي على الاستقبال. خلي الدكاتره تبص عليكي وهم ياخدوا القرار الانسب لحضرتك. ارجوكي الموضوع ده مش هزار، اهتمي بيه، حطي الكلام ده في عقلك واكتبيه في ورقه حتى لحد ما تحفظيه. ربنا يتمم لك ان شاء الله الحمل على خير. نقطه اخيره سريعه كده عشان سالت فيها كذا مره دكتور عبد العزيز، لو انا بحس بالليل لما اجي انام بسخونيه بتطلع من وشي وخدودي بتحمر كده، وجوزي حتى بيقعد يعكسني كده، ايه الخدود الحمراء الحلوه دي؟ انا بقى مستغربه وانا ليه حاسه بالحر ده؟ ايه ده؟ حاجه غريبه، حاسه بصهد جوايا. عادي جدا، كل ده مع الحمل. قومي اغسلي وشك، صلي ركعتين لله كده، خلي ربنا يهديكي ان شاء الله. مش هتحسي بالحاجات دي تاني اصلا بعد الحمل. لما تولدي بالسلامه كل ده هيروح. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبك الفيديو عشان خاطري ما تنسناش بقى بلايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، حطي تعليق اشكرينا فيه حتى. واليومين دول انا بجد محتاج دعواتكم. اتمنى تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.